رياضة ركوب أمواج البحر تقتل شابا صينيا في أكادير كان يمارس هوايته وهي السباحة عندما صدمه مساء أمس شاب آخر يمارس رياضة جيتسكي. الحادث يعيد هنا طرح السؤال حول معايير السلامة ومدى احترام ممارسي هذه الرياضة للمناطق المخصصة مبدئيا للجيتسكي. صديق منزينة ومروان قباسة. شاب صيني يلفظ أنفاسه في مياه بحر شاطئ أكادير. شهود يشيرون بأصابع الاتهام إلى ممارس لرياضة الجيتسكي قد يكون صدم الشاب الصيني بينما كان هذا الأخير يسبح في مياه الشاطئ. وقد تم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. أنا كنت دايز من هنا تبانت لي الناس كثار مجموعين، مشيت سولت قال لك بأن هذاك السيد ضربوا جيتسكي. المهم هاد الجيتسكي هادو خصهم يدير لهم شي زون ديالهم تكون محدده وما يهددوش السلامه تاع الناس اللي جايين يعوموا ولا جايين يدوزوا العطله. بحال هاد السيد هذا كان كيعوم دخل فيه جيتسكي ها هو مات، يعني عندهم واحد الحدود ديالهم ما كيحترموهاش. اصلا هادشي خاصهم يكونوا يخرجوا من الكلوب ديالهم، يكون عندهم كلوب. وما حدث مساء أمس على شاطئ أكادير يعيد إلى الواجهة إشكالية ممارسة رياضة الجيتسكي في المناطق المخصصة للسباحة ومدى احترام معايير السلامة كما تم سابقا تحديدها في دفتر تحملات خاص بالمشتغلين في هذا المجال. نظرا للصعوبات ديال المراقبة كنا خدنا قرار ديال المنع ديال الجيتسكي من فتح جوان إلى أواخر سبتمبر، ولكن هادو ما عندهمش لا رخصة وما يمكنناش نعطيو لهم رخص انه ما كيحترموش دفتر التحملات اللي كانت مدوره الوقت. وفي انتظار الكشف عن الملابسات الحقيقية لهذا الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبيه، فإن المطلوب اليوم هو توخي الصرامة في احترام معايير السلامة في ممارسة هذا النوع من الرياضة ضمانا لسلامة الممارسين والمصطافين على حد سواء.